العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تنظيم مهرجان الإريتريين في اسكندنافيا. دورة تدريبية في دقم حرير للتخطيط التعليمي. وواشنطن تتعهد برد جماعي ضد إيران على خلفية الهجوم على ناقلة النفط. الرئيس الأفغاني يعتبر أن الانسحاب الأمريكي المفاجئ وراء التدهور الأمني. واشنطن تأمر 24 دبلوماسيا روسيا بالمغادرة. ومن العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 3 أغسطس في مراكز العزل في أقاليم الجنوبي وشمال البحر الأحمر والأوسط أظهرت إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا، وظهرت إصابتان في صنعاء بالأقليم الجنوبي، وإصابتان في مهميمة بأقليم شمال البحر الأحمر، وإصابة واحدة في أسمرة بالأقليم الأوسط. في غضون ذلك شوفي 16 مريض كورونا، 8 من أقليم عنسبة و6 من الأقليم الأوسط و2 من أقليم جنوب البحر الأحمر. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6564، شفي منهم 6472 وتوفي 35 مريض كورونا، فيما لا يزال 57 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 3 أغسطس 2021. نظم في 31 يوليو في مدينة ستوكهولم السويدية مهرجان الإريتريين في الدول الاسكندنافية السنوي 23 تحت شعار مستعدون دوما لكل الاحتمالات. وافادت المعلومات الواردة من هناك أن المهرجان نظم للعام الثاني بممثلي المناطق والاتحادات والتنظيمات بسبب احتياطات وباء كورونا، وسيمينار وورشة عمل بالفيديو الافتراضي، ومناشط ثقافية، وتجديد العهد الوطني. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية السيد يوناس مانا في افتتاح المهرجان أن مهرجان أبناء القلب الواحد يعتبر أرضية وطنية كبرى، إلى جانب كونه وعاء توريث التراث والهوية الوطنية، وله إسهام كبير لتدعيم التصدي وتقوية التأطير وتعبئة الشباب بالهوية الوطنية. من جانبه أوضح رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات السيد ألم تخلقرقيش أن المهرجان الذي يزداد سنويا رونقا بالمحتوى والأهداف يعكس الوحدة والتلاحم الوطني، وشكر المساهمين لتنظيمه. وهنأ مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة مستشار الرئيس السيد يمان جبرآب في الرسالة التي وجهها من أسمرة بالفيديو الافتراضي لتنظيم المهرجان متجاوزين المعوقات الطبيعية والتي من صنع الإنسان. وقدم شرحا عن الأوضاع في البلاد والمنطقة وجهود إريتريا لحسن الجوار والتعاون الإقليمي، داعيا المواطنين لتمتين الصفوف وتعزيز التصدي الواعي. وأوسط ورشة العمل المنظمة التي ركزت على إقامة مركز إريتري لإقامة تنسيقية لتأسيس المشروع، وقررت لتشكيل لجنة لتحقيق الهدف. وقدم البروفيسور موسى مسقنا من السويد محاضرة حول تقوية أنشطة إريتريو المهجر. وقدم الأطفال فعاليات فنية تعكس النضال وبطولة المرأة ورقصات شعبية وأزياء وطنية في المهرجان الذي شارك فيه سويديين أصدقاء الإريتريين ودبلوماسيين من دول الجوار. نظمت وزارة التعليم دورة تدريبية من 26 يوليو وحتى 2 أغسطس في مدينة قمحرة لمسؤولي التعليم من 6 مديريات حول أهمية إعداد الخطط التعليمية لفعالية تنفيذ برامج التعليم. وهدفت الدورة التي شارك فيها مسؤولو التعليم في مديريات قمحرة وسجنيتي وعد قيح وطرونا وميعيني إعداد خطة تقاس بالزمن والنتائج لتحقيق التطور التعليمي.
وأوضح مسؤول تنمية القدرات البشرية في وزارة التعليم الأستاذ قرماي قبرهيوت الذي أشرف على الدورة التدريبية أن الدورة التدريبية تساعد لإعداد خطة تعليمية طويلة الأجل بدل تسيير مدراء المدارس بالخطط الخاصة بهم. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزجي كيداني أهمية الخطط التنسيقية المركزية لتطور التعليم، معربا عن ثقته لمساهمة الدورة التدريبية في تحسين العمل. وأشارت مسؤولة الخدمات التعليمية في مديرية دقمحر الأستاذة رقبة كفلة استثنائية الدورة التدريبية في المحتوى، داعية المدراء والمشرفون التربويون للعمل المتفاني لتنفيذ الفكرة. أوضح مكتب السجل المدني في الإقليم الأوسط أهمية السجل المدني للحصول على الخدمات السريعة والجيدة. وأوضح مسؤول المكتب السيد تسفالدت هبت ميكائيل أنهم يستقبلون المواطنين من 16 مديرية في الإقليم، ويتم إنجاز العمل بسهولة ووقت قصير إذا كانت الوثائق متكاملة، مشيرا إلى أن نقص بيانات الوثائق يتسبب في تراكم العمل، داعيا المستخدمين لتقديم مسبق للبيانات التوثيقية كاملا. وذكر أن المكتب يقدم شهادات قانونية للميلاد والزواج والوفيات والطلاق والأسرة والجمعيات وغيرها للحائزين على الوثائق المتكاملة. وأكد العاملون في مكتب السجل المدني في الإقليم الأوسط أن سرعة الخدمات ترتكز على تقديم الوثائق الكاملة. وناشد مستخدمو المكتب على تقديم خدمات سريعة لتوثيق السجلات من تقديم الاستبيان وحتى عملية الانتهاء من التوثيق، وخلق وضع تقديم المعلومات للمستخدمين عن البيانات المطلوبة في إدارتهم، وسد نواقص المكتب للحد من هدر الوقت والطاقات. يقوم سكان صارات بمديرية قندع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه عامة وصيانة الطرق الترابية. وقال مدير الضاحية السيد سليمان المداي إن معظم العمل سيهدف صيانة الطرق، وقد تم صيانة طريق صارات البالغ طوله 8 كيلومترات إلى جانب صيانة المدرجات والحواجز المائية. وأوضح المشاركون في النفير بأن خراب الطريق أثر على أنشطتهم اليومية وخلق إشكالية مواصلات، وقد وجدت المشكلة الحل المؤقت بالعمل الذي قاموا بها. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. على خلفية اتهامها طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ناقلة النفط يشغلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر عمان، تعهدت الولايات المتحدة برد جماعي مع حلفائها على إيران. من جانبها نفت طهران أي صلة لها بالهجوم الذي استهدف ناقلة النفط MT ميرسر ستريت، والذي أسفر عن سقوط قتيلين في تصعيد جديد يفاقم التوتر بين واشنطن وطهران. يأتي هذا التوتر الشديد عشية تولي الرئيس الإيراني الجديد المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي مهامه رسميا لولاية من 4 سنوات بعد موافقة المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي على انتخابه. من جهة أخرى لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم الذي قالت واشنطن إنه نفذ بطائرة مسيرة. ووجهت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا ورومانيا أصابع الاتهام إلى إيران، فيما هددت إسرائيل بإجراءات انتقامية. حمل الرئيس الأفغاني أشرف غني الولايات المتحدة المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني في بلاده، مشيرا إلى أن السبب هو القرار المفاجئ بالانسحاب الأمريكي. وتخوض القوات الأفغانية معارك طاحنة ضد مقاتلي طالبان لمنع سقوط أول مدينة رئيسية في أيدي المتمردين بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز حضرية في تصعيد خطير.
وشن الطالبان هجوما واسعا شمل عواصم 3 ولايات على الأقل هي لشكرقاه وقندهار وهرات عقب نهاية أسبوع شهدت مواجهات عنيفة نزح على إثرها آلاف المدنيين في ظل تقدم المتطرفين. واحتدمت المعارك في لشقرقة عاصمة ولاية هيلمند حين شن مسلح الحركة هجمات منسقة استهدفت وسط المدينة قبل ساعات فقط من إعلان الحكومة نشر مئات من عناصر الوحدات الخاصة في المنطقة. ذكر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أن واشنطن أمرت 24 دبلوماسيا روسيا بالمغادرة بحلول 3 سبتمبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير على إعلان واشنطن تصريح نحو 200 من الموظفين المحليين الذين يعملون في بعثتها الدبلوماسية في روسيا. وكانت الخطوتان ضمن سلسلة من الإجراءات تتخذهما الدولتان بعد تأزم العلاقات الأمريكية الروسية. وتابع السفير الروسي أن الوضع في سفارتي البلدين لم يتغير للأفضل منذ قمة يونيو في جنيف بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن. وفي واشنطن أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أنه من المتوقع أن يغادر الدبلوماسيون الولايات المتحدة، لكنه رفض وصف أنتونوف للوضع وقال إنه غير صحيح. تعتزم السلطات في ووهان إخضاع جميع سكانها لفحوص بعد أن ظهرت في هذه المدينة الواقعة بوسط الصين أولى الإصابات المحلية بكوفيد-19 منذ أكثر من عام. وأفادت المسؤول الكبير في ووهان لي تاو خلال مؤتمر صحفي أن المدينة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة بصدد إطلاق اختبارات للحمض النووي الشامل لجميع السكان على نحو سريع. وقال المسؤولون في ووهان إنه تم تسجيل 7 حالات إصابة ناجمة عن انتقال العدوى محليا بين عمال مهاجرين في المدينة بعد عام على عدم تسجيل إصابات ووقف انتشار الوباء الذي ترافق مع إغلاق غير مسبوق مطلع 2020. ويذكر أن الصين فرضت إغلاقا طاول ملايين السكان ومنعت التنقل الداخلي وأجرت فحوصا واسعة في الأيام القليلة الماضية سعيا لوقف أكبر تفشٍ للفيروس منذ أشهر. وسجلت السلطات 61 إصابة محلية بالفيروس في وقت وصلت المتحورة دلتا سريعة العدوى إلى عشرات المدن بعد أن تسببت في إصابة عمال نظافة في مطار نانجينغ بإصابات على مستوى البلاد. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تنظيم مهرجان الإريتريين في اسكندنافيا. دورة تدريبية في طاقم حري للتخطيط التعليمي. واشنطن تتعهد برد جماعي ضد إيران على خلفية الهجوم على ناقلات النفط. الرئيس الأفغاني يعتبر أن الانسحاب الأمريكي المفاجئ وراء التدهور الأمني. وواشنطن تأمر 24 دبلوماسيا روسيا بالمغادرة. هذه كانت نشرتنا الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.